حين تدخل إلى الصلاة العجلة في إقامة الصلاة وفي الخروج منها عجلة مرفوضة مذمومة. الرسول صلى الله عليه وسلم حين وجد رجلا يصلي ومستعجل وهب يخطف الركوع والسجود دون أن يطمئن، بعد ما انتهى من الصلاة ماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ صلي فإنك لم تصلي. يعيد الصلاة تاني سريع مستعجل، صلي فإنك لم تصلي. العجلة هنا مرفوضة، لأن العجلة ستذهب بالخشوع، ستذهب بالاطمئنان، يبقى كأنك ما عملتش حاجة، انت دخلت فقط ركعت وسجدت ووقفت وقمت لكنك لم تستفد شيئا. ومن أجل هذا قال ربنا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذن العجلة هنا أما هناك عجلة مقبولة في أثناء أخر، يعني الجنازة مثلا نعجل بها ولا نؤجلها؟ عجلوا بالجنازة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك فهو شر تضعونه عن أكتافكم، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك البكر إذا أتاها زوج، البنت لما يجي لها العريس العجلة هنا كويس مقبول محمودة. الضيف إذا حضر العجلة بإكرامه مقبولة ومحمودة. وهكذا في بعض الأمور العجلة فيها بتكون كويسة وبعضها العجلة فيها بتكون مرفوضة، وكل إنسان يستطيع أن هو يميز بين ما هو محمود وبين ما هو مذموم من هذا الطبع. فإن كان في الشيء في العجلة فيه خير عجلنا، وحتى القاعدة أو مش القاعدة الحكمة المعتادة يقولوا إيه؟ خير البر عاجله. إذا كان في العجلة خير نقدم ونتقدم ونتعجل، وإذا كان في العجلة شر نتمهل ونتأنى حتى لا يندم الإنسان.